مساء الخير. القضية تاع اليوم ولا الجريمة تاع اليوم لشاب جزائري غامر وريسك بحياته باش يقطع البحر باش يروح من باريكا إلى فرنسا، وفي الأخير وش يصراله؟ يتقتل داخل السجون الفرنسية. وبين ما إدارة السجون تقول باللي هو محاولة انتحار، وإدارة المستشفى تقول باللي موت طبيعي. شرف الدين غناي. الجريمة تاع اليوم اللي هزت الرأي العام فرنسي، والآن العائلة تاعو تطالب القصاص ولا معرفة ولا فتح تحقيق في قضية وفاة ابنهم شرف الدين غناي. القصة تاع اليوم راح تبكيكم الحجر، وأي واحد تحبوه ناوي يروح يرسكي بحياته ويروح يقطع البحر ويروح يحراقه ابعتوله هذا الفيديو. شرف الدين غناي من مواليد 1994 من باريكا. كان هنا في الجزائر عنده حانوته ولبس عليه وما خصه حتى حاجة، ولكن في 2021 قرر أنه يروح حراقة ويهاجر. باع الحانوت دياله وتعرف على واحد صحابه هنا من ولاية بسطيف وبعض من ولاية باريكا باش يروحوا حراقة. مول القارب اللي يروح معاهم تفاهموا معاه على مبلغ تاع 40 مليون لكل واحد فيهم. وفي أكتوبر 2021 ديماراو من واحد الشاطئ من ولاية تيبازا. بعد 15 ساعة في البحر وصلوا إلى السواحل الإسبانية. كانوا في 14 واحد فيهم كانوا من باريكا والباقي من ولاية سطيف. كي لحقوا لإسبانيا شدوهم خفر السواحل الإسبانية، شدوهم لمدة أسبوع ومن بعد طلقوهم. شرف الدين في هذه الأثناء تعرف على شخص شاب مغربي داه سكنوا في داره، وداه في الأخير بعد 3 أيام داه معه إلى الحدود ما بين فرنسا وإسبانيا. هاد الشاب المغربي وصل محطة القطار اللي توصل لفرنسا. شرف الدين كان فرحان، أول مرة راح يدخل فرنسا وراح يلتقي مع صاحبه الأنتيم صديق الطفولة ديالو. كان يقرأ معاه في اللي هو تاني حرق قبل شرف الدين بعام اللي اسمه أيمن. أيمن استقبل شرف الدين بكل فرح وحب، جوز ايامات شابين مع بعضاهم. شرف الدين وأيمن راح داه لمدينة ستراسبورغ اللي كانت مع الحدود الألمانية، لأنه في هذيك الولاية عنده شرف الدين أقارب لتما. قاعد يحوس على خدمة. بعد أيام لقى واحد الخدمة في واحد المطعم. وفي مارس 2023 صاحب شرف الدين أيمن تعرف على واحد الطفلة فرنسية، حبها وخطبها، وهي الطفلة كانت من عائلة متطرفة، يعني أي حاجة متعلقة بالإسلام ولا بالعرب هما ضدهم. يعني نهضر على الطفلة ماشي مع العائلة ديالها. هي أيمن شرط على هذيك خطيبته أنها تسلم وتدير حجاب، وكما قلت لكم في مارس 2023 عقد القران ديالو شرف الدين حضر الخطوبة، ولكن ما حضرش العرس. والعرس هدايا بسبب قتل هذاك الشاب الجزائري نائل من طرف الشرطة الفرنسية. وإذا حبيتوا نحكي لكم على قصة نائل اكتبوا لي تحت في التعاليق. في جوان 2023 فرنسا هذاك الوقت أعلنت حالة طوارئ. شرف الدين خاف لأنه مادام راهو حراق وبلا كوارت خاف يتشد في أي لحظة، وراح لألمانيا ثم بلجيكا ثم هولندا، وهذه البلدان راح للسفارة الجزائرية يطلب الرجوع، ولكن رفضوه لأنه مهاجر غير شرعي. جوز ايامات وبعد 3 أشهر شرف الدين قرر أنه يرجع لفرنسا. بعد أيام من اللي رجع لشرف الدين عيط لصاحبه أيمن وحكاله، وقالوا باللي أيمن هذا حكى لشرف الدين، قالوا باللي راني متضارب مع المرأة واني ضربتها وراحت لدارهم. أيمن قال له واش رايك تجي لعندي نتعشاو نروح نسهروا ونشربوا ونزهاو شوية. شرف الدين سافر عند أيمن لمدينة ليون وقعدوا يقصروا ويشربوا وزهاو. غدوة من داك في 27 مارس 2024 في الصباح صدموا عليهم لابوليس، لأنه المرأة أيمن قدمت به شكوى بأنه أيمن ضرب الطفلة هذيك لأنه أصلا كانت تكرهه. بعد تفتيش دار أيمن لقاو سلاح ناري غير مرخص وكمية من المخدرات، وحتى شرف الدين وشدوه لأنه كان مهاجر غير شرعي. في مركز الشرطة أيمن اعترف وقال لهم بلي هذاك السلاح تاعي أنايا وحتى المخدرات، وأنه صح هو ضرب الزوجة ديالو، وحكموا عليه ب 18 شهر سجن. وشرف الدين 6 أشهر حبس بتهمة الهجرة الغير شرعية. وهنا تبدأ معاناة شرف الدين في السجون الفرنسية.
شرف الدين بدا يشيان وكان يمر بحالة نفسية بزاف صعيبة. الشيء الأجمل برك في هذا التوقيت كان كل 3 أيام يعيط يهدر مع يماه. بعد 4 أشهر وفي جويلية 2024 صارت مناوشات صغيرة ما بين شرف الدين وواحد الحارس اللي تم تاع السجن، كان ما بيناتهم غير نقاش صغير. ولكن في يوم تاع 25 ل 26 جويلية جاو الحراس وداوه للزنزانة الانفرادية وقتلوه في هذيك الليلة. بلا كنت نقول لكم باللي شرف الدين غناي دخل باسم مستعار وغير الاسم تاعو الى شروف محمد بدل شرف الدين غناي. وفي 9 سبتمبر 2024 يمات شرف الدين ناضت تصلي الفجر تاعها. بعد ما كملت راحت تشوف الجروب تاع الحراقة اللي كان فيها وليدها، وهي كانت اصلا عندها 40 يوم ما هدرتش مع وليدها. وحتى تلقى الخبر الصادم اللي لقات واحد الجمعية الخيرية للحراقة داروا منشور بلي كاين واحد شخص توفى واسمه شروف محمد من ولاية باركة من مواليد 1994. هنا شرف الدين عرفت باللي وليدها، لأنه كان قال لها باللي في الحبس أنه غير الاسم دياله واسمه دوكا شرف محمد اللي دخل به للحبس، وهي الوحيدة اللي كانت تعرف هذا الاسم. هنايا الأم بدأت تبكي وتعيط على وليدها، والأم هنا خافت يحرقوا جثة وليدها إذا ما عرفوش أهله ولا أخ شرف الدين يجيبوه. أخ شرف الدين عيط لواحد من معارفه تم في فرنسا في ليون، وراح لمصلحة حفظ الجثث وصورهم جثة خوهم باش يتأكد باللي تاع الصح هو شرف الدين. وزاد عيط لواحد من العائلة تاعو اللي كان في ستراسبورغ وين كان شرف الدين حط كواغتو كامل، وراحوا لأقرب سفارة ليهم وسللهم وثائق شرف الدين، جواز سفر، بطاقة التعريف، وحتى رخصة السياقة. وحتى هالجمعية الخيرية عاونوهم في هذه الإجراءات، وهي اللي تكفلت بإجراءات التغسيل والدفن، التغسيل وإجراءات تسليم الجثة، وجمعوا له مبلغ 3000 أورو وهو 75 مليون بالدينار الجزائري. وفي 1 أكتوبر 2024 جابوه في الطيارة جثتين، واحدة لشرف الدين الله يرحمه، وواحدة الجثة لشخص الشيخ كبير شوية في العمر. حبطت الطيارة في مطار سطيف، جثة الشيخ الكبير هذاك سلموه العائلة تاعو، أما جثة شرف الدين اداوه مباشرة لمصلحة حفظ الجثث لتشريح الجثة بأمر من وكيل الجمهورية لولاية سطيف. والتشريح دام 1 ساعة ولا 2 سوايع، المهم غير باش يتأكدوا أن الجثة ماشي مطعونة ولا مخنوقة وأن الوفاة كانت طبيعية. وبعد ذلك رجع أخ شرف الدين الباركة في الليل، وفي الصباح في 2 أكتوبر 2024 راحوا يجيبوا جثة شرف الدين من المستشفى، وتم تسليمهم جثة شرف الدين، وتم دفنه في هذاك النهار بعد 66 يوم من وفاته. وعن سبب وفاته حسب تقرير الطب الشرعي لمستشفى ليون أن الوفاة قالوا طبيعية، وحسب إدارة السجن قالوا باللي هذا الشخص انتحر. شوفوا التناقض في الأقوال ما بين المستشفى وإدارة السجن. وعلى حساب أهل الضحية شرف الدين اكتشفوا أنه ماشي غير شرف الدين هو الضحية، بل كاين 20 ضحية جزائرية وحراق قتلوهم في هذاك السجن ومسجلين على أنهم منتحرين. وعائلات الضحايا داروا وقفة احتجاجية أمام مقر العدل الفرنسية وقدموا شكوى لدى المحكمة العليا، وفي الأخير ما عندهم حتى نتيجة ولا السلطات تحركت. هنايا جان جزائري ولا أي شاب مع أبار شرف الدين الله يرحمه خلاص راجع لي ما في الكفن، وعلى الأقل راهي عندها قبر وليدها كل يوم ولا كل جمعة تروح تشوفه. الجزائريين اللي كلاهم الحوت في البحر ولا المفقودين ولا المجهولي الهوية ولا تقتلوا في السجون الفرنسية، علاش واحد جزائري يخلي روحه لبس عليه ويروح يرمي روحه للمجهول؟ باش تعرفوا باللي أوروبا والله العظيم ماشي جنة، الغربة هذه ماشي حلم. كانت بكري بالك، لكن الآن باش تروح تغامر وترمي روحك للمجهول ويا تقتل ولا تنتحر من الضغوطات النفسية، هذه محاولة الرمي إلى المجهول. ربي يهدي شبابنا إن شاء الله، وربي يفتح ويجعل الأمن والأمان في بلادنا إن شاء الله. انتم قولوا لي في التعاليق من هذه القضية تاع شرف الدين اللي قالوا هو انتحار،
أو موت طبيعي بسبب الضغوطات النفسية اللي تعرض عليها وهو داخل السجن.